الصغير تقول: فوجئنا أن أمنا دائما ترفع صوتها علينا ولا تريدنا أن ندخل بيت أبينا ولا تقبل أن نحذرها من زوجة أخينا وتصرخ في وجوهنا، ومات أخي الكبير فجأة وبعده أخي الصغير بتوقف في القلب، نسأل الله أن يغفر لهما. وحاليا زوجة أخي تضع يدها على بيت العائلة، وأمي سكنت في شقة خارجة، وما زالت أمي تصرخ فينا إذا طلبنا مفاتيح البيت وترفض دخولنا بيت أبي، والناس تحذرنا من خطورة طردنا للبيت. هل لو رفعنا قضية لنتمكن من أخذ حقنا أو عملنا حجر على أمنا هذا يحرم علينا، مع العلم أنها بذلك تضيع كل تعبنا كل جهدنا وشقانا بغير إدراك ولا استيعاب لخطورة ما نحن فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السائل أو السائلة بين أمرين: بين عقوق الأم ورفع قضية حجر عليها وهذا نوع من أنواع العقوق، وبين تضييع حقها وحق أخواتها. فنقول قبل رفع قضية الحجر ينبغي أن يتخذوا الخطوات الأقل ضررا، كأن يتكلموا مع أخوالهن وأعمامهن وكبار القرية لكي يجلسوا مع أمهم ويصفوا المسائل وديا قبل أن يرفعوا قضية في المحكمة على أمه. فإن اتخذوا كل هذه الوسائل وفشلت الوسائل مع الأم جاز حينئذ أن يتخذوا الإجراء، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في سعيكم. تقول: هل حديث المعلمين مع بعضهم البعض عن الطلاب هل ذلك يعتبر غيبة؟